الأستاذ يوسف فارس من كندا. تفضل أستاذ يوسف. مرحبا بك أستاذة زهرة ومرحبا بمستمعيك الكرام. عندي سؤال مادام أن عندي سؤال أستاذ، كما قلنا عرفنا نفسك، يعني رئيس الجمعية المغربية لمغاربة العالم، كذا مدير ورئيس مؤسسة الأنباء 24 كندية العربية، أيضا مدير بلازواق تي في. وعندي واحد السؤال يعني كيطرح نفسه. السؤال هو واش كل وكالة الأصفار كنحضر معك كرئيس لجمعية مغاربة العالم. نعم، الجمعية بصدد إصدار بيان عن الارتفاعات المهولة التي تقوم بها بعض شركات الطائرات سواء بأوروبا أو بدول مسقط رأس المهاجرين، لأن الجمعية المغربية لمغاربة العالم ستتبنى هذا الارتفاع المهول والذي مس جيوب العديد من المهاجرين. وكما تعلمين زهرة أن هناك أناس مهاجرين ما عندهمش استطاعة أنهم يدفعوا واحد 3000 أورو باش يمشوا للمغرب أو 2000 أورو. لهذا احنا بدورنا كجمعية راسلنا بعض شركات الطائرات المعروفة والشركات المغربية، راسلنا بهذا الصدد، وجاتنا الإجابات منها وتبريرات أخرى، ولكن التبريرات ما اقتنعناش بها. والشيء اللي جعلنا حنايا غنصدروا واحد البيان استنكاري للفحوى منه. لماذا هذا الارتفاع المهول، وعلاش بعد انا كاين ناس كما تعلمين انك ناس اللي ما مشوش قبل من الكوفيد ما مشوش للمغرب الان كيتصادفوا بهذا العائق ديال الارتفاعات المهوله ديال تذاكر الطائره. كما راسلنا جهات مسؤولة من أجل مد يد المساعدة إلى المهاجر المغربي. وكما تعلمين أن المهاجر المغربي راه ماشي الحد ديالو حد نتكلموا إذا تكلمنا بصفة خاصة عن المهاجر المغربي بصفة مغربي ما عندوش غير الحد ديالو تذاكر طائرة فقط، بل هناك تذاكر طائرة وهناك أشياء أخرى في المغرب، زيارات الأهالي، زيارات الأحباب. يعني يجب وضع حلول، لأن المهاجر يحمل عمولات أجنبية إلى المغرب غير تذاكر طائرة. الآن العديد من المغاربة اقتنعوا أنهم لن يذهبوا إلى المغرب مع هذه الارتفاعات المهولة. دونك المتضرر الأول هو الاقتصاد المغربي، بحيث العائدات ديال المهاجرين المغاربة عبر العالم كثيرة جدا الآن غادة تراجع الارتفاع. ما يمكنش واحد عنده ثلاثه، مثلا غنهضروا على امريكا الشماليه، كندا، امريكا، واحد عنده 3 الابناء وعنده الزوجه ديالو 5 الابناء، الا بغى يمشي للمغرب حاليا تخصو واحد 15000 دولار من اجل السفر. هذه غير طائره 15000 دولار، فماذا عن اشياء اخرى صح تأجير سيارة، أشياء أخرى. هذا في حدود الناس اللي عندهم الاستطاعة. اللي ما كيعرفوش الناس في المغرب أنهم كاينين ناس بالمهجر ما خدامينش أو لا مرض أو لا كيعتمدوا غير على الإعانات ديال الدولة. هادو إشكال آخر غادي يتمنعوا أنهم يجروا الدواء ديالهم في مسقط الرأس ديالهم. لذا نحن في الجمعية سنصدر البيان استنكاري عن هذا الارتفاع المهول واللي مس جيوب ديال المهاجرين. طبعا المهاجر اللي الوضعيه ديالو مزيانه ما غاديش يتضرر، ولكن حتى هو كيرفض، لان الشكايات اللي تقبلناها ان ناس بخير ما عندهمش مشكل انهم يؤدوا تذكره الثمن ديالها، ولكن كيرفضوا ان
الارتفاعات المهوله. على شكرا لك. العفو أستاذ، مادام أنت يعني رئيس الجمعية المغربية لمغاربة العالم، بغيت واحد الاستفسار من عندك إلا كان ممكن. ما هي الإجراءات التي قمتم بها في هذا الصدد بحكم أنتم رئيس يعني جمعية مغاربة العالم؟ نعم، طبعا أول إجراء، نحن لا نتحرك في الجمعية المغربية لمغاربة العالم إلا بعد شكايات كنستقبلوها من مهاجرين، سواء بالجمعية المغربية واللي كتشير هنا. ربما أنت ما أشرتي شيء، فأنت عضو بالجمعية لاله زهرة، وعضو بالجمعية منذ زمان، وأنت ما كتكشفيش هذا الشيء، وكتعملي كثير مع المهاجرين المغاربة، سواء من مساعدة. هذه كإشارة. زهرة ما كتبغيش تشير لها، كتقول لك كتخلي العمل ديالها أكيد. العمل الجمعوي بعيد عن الصحافة. سمحي لي لك شفت لك على هذا السر، سمحي لي لك شفت لك على هذا السر. نعود إلى الموضوع. نعم سيدي. نحن أولا تقبلنا العديد من المشاكل، سواء العديد من الشكايات كنستقبلوها عبر المنخرطين معنا، اولا كنستقبلوها عبر الهاتف من ناس متضررين كيحرجونا، كيقولنا انتم جمعيه مغربيه اشنو درتوا لنا في هذا الارتفاع المهول. هنا راك حضرتي الاجتماع الاخير اللي عملنا على الزوم، وكانوا جميع الاعضاء باش نخرجوا ببيان استنكاري. نحن مع المهاجر، ليس مع شركه الطيران. نحن ماشي مع شركه الطيران. شركه الطيران اذا ما كانش الثمن ديالها معقول، غادي نرفعوا البيان الاول والبيان الثاني، وغنديروا اجراءات اخرى نضاليه. ونحن مع المهاجر المغربي وليس مع شركه الطيران، رغم ان الردود ديال شركه الطيران مارسناها، قالوا لنا بان التاكس ضرائب مهوله في البلدان هذه، لكن هناك حلول سواء تجي من طرف الدولة، سواء الدولة تعفي هذه الشركات من الضرائب وتعوض المهاجرين. العديد من الحلول، احنا اقترحنا العديد من الاقتراحات. قلنا لهم على الأقل خفضوا الضرائب اللي كتفرضوا على شركة الطيران اللي كتنزل عندكم، وبالتالي المهاجر غادي يستافد من واحد التذكره هابطه. راه ما يمكنش تحرم العديد من المغاربه بالعالم من زياره الاهل ديالهم. ما يمكنش حنا كذلك غنحرموا خزينه الدوله من واحد العمله صعبه اللي كتدخل سنويا، كتدخل المغرب في حدود الاداء ديال شركات الطيران. فالناس كتمشي كتزور، كتاخذ ديزوتيل، كتأجر سيارات، كتقدم تحت الجانب الاجتماعي. هناك اللي كيمشي كيقدم مساعدات للاهل ديالو اللي ربما كيكونوا يعانيوا العوز في المغرب. العديد من الاشياء. دور المهاجر المغربي دور مهم، وهناك قناعات عند ناس انا اصدقاء ديالي ولا شنو عندهم امكانيه باش يمشوا حتى ب 10,000 دولار ولا 20,000 دولار، ولكن الموقف والمبدا ما قبلوش هذه القضيه وهذه الزياده المهوله. طبعا بعض شركات اخرى، لا اقول مغربيه، برر ذلك العجز الذي كان في الكوفيد، خلال فتره كوفيد. فلا يمكن لنا ان فتره العجز اللي عانتها شركه كوفيد ترجعها من المهاجرين حاليا وتقوم بهذا الارتفاع المهول. فكذلك المهاجر عنده صعوبات، وربما على هذا الصدد نحن سنصدر بيان. وكما قلت لك نحن مع المهاجر المغربي وليس مع اي شركه طيران كيف ما كانت، لاننا تقبلنا العديد من الشكايات، وهذه الشكايات ستحرجنا ان لم نقم بدورنا كجمعيه، والا انا بدوري كرئيس ساستقل من هذه الجمعيه وياتي شخص اخر. اذا كنت ما غادي نعمل حتى شيء، وهذا ربما قلناه في الاجتماع اللي كنت حاضره ليه استاذه زهره. يا سيدي، مادام ان انت معايا خصني نغتنم الفرصه حيت جبناك من عملك. انا عارفه بان عندك اعمال كثيره وجبناك. عندي واحد سؤال اخير لك استاذ، في نظركم انتم كجمعيه ما هي الاقتراحات اللي ممكن طرحها والحلول استاذ؟ نعم،
كما أشرت قبل قليل، فالاقتراحات اللي اقترحناها هو على الدولة مثلا، أنا كمغربي على الدولة المغربية أن تقدم دعم سواء لشركات الطيران، وبالتالي سيتم تسهيل شراء تذاكر للمهاجرين عبر العالم. فهاد المهاجرين راه ماشي لاباس اللي تخصهم يفهموا هاد الناس وتخصهم يفهموا هاد المهاجرين ديال حاليا، خاصة المهاجر المعاصر، فهو ليس مهاجر كزمان. فالمهاجر الآن بدول المهجر عنده دار شارية في المهجر كيخلصها، عنده سيارة، عنده أبناء هو حتى في مدارس خاصة عفوا، عنده العديد من الالتزامات ببلد المهجر. فبالتالي المهاجر ما بقاش ذاك المهاجر اللي كان مثلا كنقولوا في خلال واحد الفتره كان مهاجر كينفيستي الكل في البلاد ديالو. ذاك حنا عندنا كاين التزامات كثيره، ما يمكنش نحرموا هاد الناس اللي عندهم التزامات كثيره، فما يمكنش اننا نحرموهم ما يزوروش المغرب لان ارتفاع التذاكر. بالتالي كما قلت لك وعطيتك مثال، كنهضر على امريكا الشماليه لانني انا متواجد بكندا، بالتالي ما يمكنش ان واحد عنده 3 وليدات وجوج وهو ومراته على الاقل الا بغى يمشي للمغرب خاصو يمشي ب 15,000 دولار. كنهضر على 12 مليون مغربيه تقريبا، او لا 10 مليون مغربيه تقريبا. فبالتالي فلا يمكن، فيجب على الدولة أن تقدم حلولا مع المهاجرين. بالطبع غادي نخفضوا لي تذاكر الطائرة، ولكن مني غادي يدخل غادي يدير شونج العملة، غادي يدخل عملة، غادي يمشي للفنادق، غادي يأجر سيارة، غادي يساعد العائلات ديالو المعوزة باش ما يكونش تحت احتقان اجتماعي. فالمهاجر دور مهم ويجب احترامه ويجب مساعدة المهاجر. طبعا هذه هي الحلول المقترحة من طرف الجمعية وتتبناها الجمعية المغربية لمغاربة العالم. أستاذي شكرا جزيلا. وعندنا ضيوف آخرين، نمشيو للموسيقى، يعني مقطع موسيقي، وإن شاء الله غنتصلوا بضيوف الآخرين، ولنا لقاء آخر إلا كان في المستطاع إن شاء الله نحيدك عاوتاني من عملك ونجيبك لعندنا باش إن شاء الله عاوتاني تشارك معنا، وكذلك ناس ما يطلبه المستمعون. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا لك زهرة، وبدوري أنا كنعتذر لك ولمستمعيك الكرام عن التأخير اللي كان خارج عن الإرادة ديالك، واللي هو بسبب تقني، وكيف ما هو معروف ان لما يكون سبب تقني كيتاخروا البرنامج. وكنبغي نشير لمستمعيك الكرام بان هذا البرنامج فهو ليس برنامج مسجل، فهو على الهواء مباشره من قناه من راديو انترناسيونالي ببلجيكا، فهو على الهواء مباشره. يعني كنقولوا داك الشيء كما هو، ما كنقصوا منه، ما كنديروا لا بقص لا والو. لهذا اذا خرج عطب تقني فهو عادي جدا. شكرا لك ولمستمعيك الكرام. العفو سيدي، مع السلامه.